كانوا بيعايروني زمان بشعر بنتي، كل اللي حواليا كانوا يقولوا لي ايه ده، ازاي انت حاطه لها توكه، دي ما عندهاش شعر. عايزه اقول لكم دلوقتي ما فيش بنت لا في العيله ولا في الناس اللي حواليا شعرهم زي شعر بنتي. ربنا يبارك يا رب في عمرها، ولا في تقله ولا في طوله. عايزه اقول لكم الكلام ده عشان كده انا بطلعهاش كتير معايا في الفيديوهات. السر ده كان قايل لي عليه راجل كبير رحمه الله عليه، قال لي لما رحت عند خضر العطار، اللي في شارع المعز، كانت لسه صغيره، فقلت له انا بنتي شعرها خفيف جدا ولدرجه ان هي خلاص عدت 3 سنين ومش بلاقي حاجه اسرحها لها. فقال لي والله العظيم انا هديك السر ده، انا عرفته من الهند، كنت قاعد هناك 8 سنين شغل قبل ما اشتغل هنا عند الحاج رجب اللي هو خضر قصدي العطار. فهديك السر دوت، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مسواك الجنه زي ما فعلا قلت لها تفضلي تدعي لي. انا بدعي لك لغايه الوقت ده. فانا كمان مطلوب منكم ان انتوا كمان تدعوا لي بالله عليكم بعد ما هقول لكم الوصفه دي. ليه يا ياسمين؟ ايه اللي فكرك بيها؟ واحده امبارح على تيك توك في اللايف قالت لي مدام ياسمين بالله عليكي عايزه حاجه للتتقيل. قلت لها تتقيل ولا تطويل؟ عشان انا جربت الحاجتين وما شاء الله كانت نتائجهم اللهم بارك ما شاء الله كانت جميله. لو احنا هنتقل الشعر، ناس كبيره ناس صغيره اي مراحل، لو لفيت الدنيا والله العظيم ما هتلاقي الوصفه دي بصي في اي مكان تاني. استحلفتك بالله قبل ما ابدا معاكي الفيديو بالله عليكي زي ما هقولك على دي، شير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. قولي لي في الكومنتات عايزين بتاعه التطويل ولا لا، واللايك الجميل على الفيديو دوت، ونقول بسم الله وصلوا على الحبيب المصطفى. فيلا نبداها على بركه الله ونقول بسم الله. بس نركز كويس. اول حاجه برطمان يكون ازاز مغسول بميه سخنه ومتعقم كويس، يعني بمنديل كده من جوه وتنشفيه، لان البكتيريا عامل مهم جدا هيبوظ معانا الوصفه. اول حاجه هنجيب زيت زيتون، خلاص كده يكون اصلي، وانا هقول لكم في الاخر من العطار رقم 1 اللي تجيبي منه زيت الزيتون وانت مغمضه عينيكي. اول حاجه انت ممكن تعملي في برطمان يكون بتاع صلصه اصغر من ده مفيش مشكله. خلاص كده اهي هنحط كميه مناسبه ليكي، اي كميه مناسبه ليكي من زيت الزيتون. ده زيت زيتون على البارد. قولي للعطار انا عايزاه هعمله لشعري، يعني هعمل الوصفه لشعري. طيب تاني حاجه عندي زيت روزماري، والحاجات دي انا بجيبها من يعني ممكن ما نستخدمش القطاره هنا. استني يا هاجر ثواني. هنجيب هنا زيت الروزماري وهنحط منه بتاع 3 غطيان، الغطا بتاع الازازه هنحط منه 3 غطيان. 3 غطيان على قد ايه زيت زيتون؟ على 200 جرام من زيت الزيتون. 200 جرام من زيت الزيتون عليهم 3 غطيان، عشان انا الوصفه كنت عاملاها كده 3 غطيان من دوت من زيت الروزماري. هتقولي له عاوزه زيت روزماري، ولو هتروحي بقى عند العطار هاتي بقى 200 جرام 100 جرام كده يعني. هنجيب بقى كمان الروزماري نفسه